السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا كده يا صباح الفل وصباح الرزق. زي ما احنا شايفين، الحمد لله يا رب، الحمد لله. طلعت أملة مية من الأوضة دي، لقيت البطة بتطلع، لقيت قشور بيض كده حواليها، وفي بط صغير اهوت. بس لسه معرفش هي طلعت ايه وما طلعتش ايه. انا اصلا ما كنتش متذكرة هي المفروض تطلع امتى. فالحمد لله طبعا من اللي كان حصل عندي طول الفترة اللي فاتت، فيعني مش مركزة، يعني اللي هو زي ما يكون ما عادش فيه اهتمام كده زي الاول. بس الحمد لله، يعني طالما احنا لسه عندنا طيور الحمد لله وبنراعيها، فلازم الحمد لله ان احنا برضو نراعيها لاخر لحظة، لان دي روح واحنا المسؤولين عنها. طالما بنربيها واحنا اللي بنقنيها، فاحنا المسؤولين عنها. فربنا يكرمنا ويرضينا ويعطينا خير يا رب، ويعوضنا ان شاء الله باذن الله يا رب. فهبتدي ان انا اشيل القشور دي واشوف البطه طلعت ايه كده. ربنا يكرمنا ويرضينا فيهم خير، ويرزقنا منهم رزق حلال طيب يا رب، اللهم امين. ويعوض علينا بالخير اللي يملى بيوتنا يا رب، اللهم امين. بس ان انا اشيل الخشبه اللي انا كنت حاطاها لها ديت، لان طبعا البطه يعني علشان تستقر وترقد وهي مستقره لازم تكون حاطه لها خشبه كده، عشان ما تبقاش خايفه من اي حاجه يعني. طب هو احنا لو ما حطينالهاش الخشبه مش هترقد؟ لا هترقد ان شاء الله، بس دي لزياده الاطمئنان ليها بالنسبه لها هي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك. في قشور بيضه هي كلها لازم اشيلها، وطلعت اهي الحمد لله شويه، الحمد لله. لسه هنشوف اهو، لسه الباقي اهو ما طلعش. فلازم ان انا اشيل القشور دي، لازم يا جماعه القشور دي ان هي تتشال. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اهيت، لازم كل القشور دي ان هي تتشال. شايفين اهوت. والبطه عندك لو مطلعه عدد كبير، دي نقره اهي لسه عايزه تطلع. لو هي مطلعه عدد كبير يبقى شيلي منها شويه اللي نشفهم وسيبيها ترقد على الباقي بامان. شايفين دي اهي بدات تسقع، دي بدات تسقع، ودي قشر فاضي تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. دي دافيه عشان دي وسط البط تحت، فدي دافيه. اللي سقع منها ده، البيض اللي يسقع منها ده، لو انا سبته خلاص، لو انا سبت لها البط تحت منها، لو انا سبت لها البط دي تحت منها، بقيه البيض هيسقع وهيموت. لان في بطه سبحان الله عندها القدره ان هي تفضل تحضن البيض اللي تحت منها لاخر بيضه، وما تملش منه ولا حاجه، وتحافظ على كله زي بعضه. وبطه ما عندهاش القدره على كده، يعني بيبقى بدون قصد وبدون تعمد منها. فالبطه اللي راقده على العدد بزياده بنشيل لها كل البط اللي ناشف، وبتشغلوا له لمبه وتحطيه تحت من اللمبه في كرتونه صغيره كده وشويه نشاره. وعلى كده ده اللي احنا ده اللي احنا بنعمله. وعلى اخر اليوم ولا حاجه هتلاقوها طلعت الباقي. طيب في بط بيطلع على يومين مفيش مشكله يا جماعه، المهم ان هو يطلع. ادي القشور اهي اللي طلعت، دول شويه القشور اللي طلعوا. القشور دي انا لو سبتها احتمال تيجي على بيضه تانية. طب البط بيطلع الايام ده على قد ايه يا مشاهد؟ لان احنا محتارين. هقول لكم حاجه يا جماعه، مش شرط البطه طلعت على كام يوم، المهم ان البطه تطلع، المهم ان البطه تطلع. في بطه مثلا بتكون شاطره بزياده شويه، في بطه بتكون مثلا مش راقده على عدد كبير، فبالنسبه لها سهل انها تقلب العدد اللي تحت منها على طول وتظبط حرارته وترطبه. وفي بطه لا، في بطه ما عندهاش القدره، عشان العدد اللي تحتها مثلا 20 بيضه او 22 بيضه، فما شاء الله بيكون عدد كبير. في بطه تحتها، بطه طبعا بيكون تحتها برضو زي ما قلت لكم كده العدد مش كبير، فبالتالي بيكون سهل وميسر عليها ان هي تطلع البط اللي تحت منها بدري. ممكن تطلع معاكي على 34 يوم، ممكن تطلع معاكي على 36 يوم، عادي مفيش مشكلة. المهم ان هي تطلع. في الصيف بتطلع على 30 يوم بالظبط، في الصيف بتطلع على 30 يوم، ويمكن كمان من علو درجة الحرارة تطلع على 29 يوم. ده بيض البط. فربنا يكرمنا منها ويرضينا منها خير يا رب، اللهم امين
يا ريت اللي ما حطش اللايكات يفتكرنا كده ويحط اللايكات. البط مقصوص اهو يا جماعه، عشان الناس اللي بتفضل تسالني، كل البط مقصوص، سواء بط التسمين سواء البط اللي برقد، كله مقصوص، عشان بس ايه تكونوا عارفين. انا بس عايزه اشوف لسه في ايه تحت منهم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، 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 بسم الله ما شاء الله. والناس اللي طالبه مني بط من فتره طويله، اكيد انا مش هكره ان انا ابيع والله يا جماعه. الحمد لله ربنا يبعت لنا الرزق ويوسع علينا ويبعت لنا اكتر واكتر ان شاء الله باذن الله، ويجعل لنا منه رزق حلال طيب ويكون لكم نصيب فيه. فناس بتيجي تقول لي طبعا احنا قايلين لك من شهر، قايلين لك من شهرين، قايلين لك من 3، كل واحد مفكر ان هو بس اللي قايل لي. فمش عايزه حد يزعل يا جماعه والله. طبعا بيكون في اولويه للناس القديمه اللي هي قايله لي من زمان. طب هما بتقول لك طب ما احنا قايلين لك من زمان يا مشاهد، ما هو حضراتكم ما تعرفوش ان بيبقى في ناس تانية كمان قايله لي قبلكم وبرده لسه ما استلموش حاجتهم. فان شاء الله باذن الله ربنا يوسع علينا، ربنا يوسع علينا. والبط بيطلع معانا يا جماعه طول الصيف وطول الشتاء، يعني ما تقلقوش. دي حاجه. الحاجه التانية ان عندي عدد من الامهات هيبتدي بدأ يغير ريش، في غير ريش وخلاص هيبدأ يبيض، وفي لسه اللي هو بدأ يغير ريش. فاللي بدأ يغير ريش ده قدامه بقى لسه مسافة طويلة على ما يبدأ يطلع. فهتلاقوا التطليع اللي بيطلع مش كافي للعدد المطلوب. فان شاء الله بإذن الله كل حاجة تتوفر ان شاء الله بإذن الله، ربنا يكرمنا ويرضينا خير. هبتدي اشيل منها البط اللي نشف واسيب لها البيض فقط، علشان هي كده هتسيب البيض يسقع. والبط ده انا هشيله اشغله لمبه عشان تدفيه كده. بس يا جماعه خدوا بالكم بقى في تحضير اللمبه، عشان ناس كتير اشتكت من المعلومه دي. مدفينه كويس يا مشاهد، وجراله وصباحنا الصبح لقناه يعني ما فيش، مش بط صابه حاجه، مع ان احنا مدفينه كويس. حضرتك فعلا مدفيه كويس. فطبعا حته التدفئه دي ممكن تكوني فعلا حضرتك مشغله اللمبه بس اللمبه عاليه عليهم، فعلت درجة الحرارة قوي، فسببت لهم طبعا نهجان وقاموا ميتين. دي حاجة برضو انا بقولها لكم عن تجربة، يعني كل الحاجات دي حصلت معايا طبعا زمان. فطبعا لازم كل واحد فينا يتعلم من اي حاجة تحصل له. احيانا كتير يا جماعة لما بيحصل لنا حاجة احنا بنبقى شايفين ان هي حاجة وحشة ومتضايقين منها، بس فعلا فعلا الرضا بالقدر حاجة جميلة جدا جدا. ربنا بيشوفك صبرتي، بيشوفك رضيتي، بيرضيكي اكتر مما كنت تتمني، اكتر من اللي كان هيكون عندك اصلا. فالحمد لله الحمد لله. بس في حاجات بسيطة كده في التحضير بتاع الطيور لازم نكون واخدين بالنا منها، ولا تعلي درجة الحرارة عليهم قوي. يعني خلي اللمبة قريبة منهم حوالي شبر ونص كده او شبرين، مش يبقى المسافة نص شبر ولا شبر، لا شبر ونص او شبرين. والكرتونة من فوق تكون مفتوحة مش مقفولة، كرتونة جنابها عالية ومقفولة عادي، بس من فوق اللمبة متسقطة عليهم مثلا في النص، بس الكرتونة نفسها من فوق مفتوحة، وما تكونش الكرتونة كبيرة قوي عليهم، تكون مناسبة على قدهم. هتلاقيهم كويسين معاكي. واول يوم ما تاكليش خالص، ابداي اكلي من تاني يوم، وكوني حذره من ان حضرتك تسيبي لهم اللمبه الميه بعد كده قدامهم، عشان بيعك نفسهم، بيجي لهم نزلات معويه وبيجي لهم اسهال بسبب وجود الميه باستمرار ان هم يعكوا فيها. يعني انا بحط لهم الميه مثلا كل ساعتين كده يشربهم، هسيبها لهم نص ساعه وبعد كده اشيلها ساعتين وارجع بعد ساعتين 3 اسيب لهم الميه وارجع اشيلها. وبالليل ما بحطش لا ميه ولا اكل. اول 3 ايام بحضن مثلا بلمبه عشان الجو بيكون برد، وبعد كده ما بحضنش بلمبه اصلا، بدفي اللمبه وادفي البط كده واقفل عليهم الكرتونه، وعامله فتحات بسيطه بقى في للكرتونه. هنا بقى بقفل لما اكون مش هشغل كهرباء، بقفل الكرتونه وخلاص. هما بيدفوا بعض طول الليل لان بيكون عدى من عمرهم 3 ايام او 4 ايام الاولانيين. وبعد كده ببدا الصبح اكشف عليهم واشغل لهم اللمبه وهم بياكلوا مثلا طول النهار، هما بياكلوا مثلا، وبالليل بقى برجع اطفي اللمبه تاني. يعني بستعمل لهم اللمبه اول 3 ايام بس، مش على طول، عشان الناس اللي مفكره ان احنا بنفضل نستعمل كهرباء بالاسبوعين وبالثلاثه. لا يا جماعه، بس كل ما انك صغرت المكان على قدهم هم صغيرين هيدفوا بعض. كل ما اهتميتي ان النشره تكون ناشفه ونظيفه تحت منهم هيكونوا كويسين جدا معاكي. كل ما اهتميتي ان الميه ما تكونش موجوده قدامهم باستمرار برضو هيكونوا كويسين ان شاء الله باذن الله. حبيت اصور معاكم الفيديو ده كده على السريع. ربنا يكرمنا جميعا ويرضي خواطرنا يا رب، اللهم امين.
هنا كده انا هشيل منها البط دلوقتي، هجيب لهم كرتونه، بس انا عشان بس ما كنتش اعرف ان في بط هيطلع النهارده، فانا ما جبتش الكرتونه معايا. هنا جنبت لها البيض اهوت زي ما احنا شايفينه، البيض ده نائر بس في بيض سقع، فانا هشوف عشان كده الجنين كده هيموت، فهبدا اشيل الناشف ده، وده هسيبه تحت منها هترقد عليه. يلا اترككم في رعايه الله وحفظه.